يا جدع يا جدع، والله العظيم ما مصدق فرقة المليار ونص او اكتر بتتعادل مع فرقة الاتنين جنيه وربع. انا مش مصدق نفسي بجد. اشد المتفائلين من الجمهور بتاع الزمالك ما كانش يتوقع النتيجة دي، واشد المتشائمين من جمهور الاهلي ما كانش يتوقع النتيجة دي. تخيل نادي الاهلي، الفرقة المدججة بالنجوم اللي عندها كل النجوم دي والسكواد ده والدكة دي واللعيبة دي اللي لسه مدعمة بكل اللعيبة السوبر دي، لعيبة سوبر بجد، لعيبة دوليين، تتعادل مع موديرن بماتش الاهلي كان ممكن كمان يخسر وكان خسران 2-1. بجد قبل اي شيء اخويا الغالي اعمل لي شير وفولو لايك وتعالى لي. اهم اسباب تعادل النادي الاهلي النهارده، اول سبب والسبب الرئيسي عندنا النهارده هو المدرب خوسيه ريفيرو. خوسيه ريفيرو النهارده تفنن ازاي يبدا تشكيله غلط. حرفيا التشكيله انا كنت حاطه قبل الماتش، حرفيا اصل انت هتلاعب فرقه بتلعب بال11 دفاع، بتلعب 10 تحت الكوره كله بيدافع، فطبيعي ان انت تهاجم بقى على قد ما تقدر، ما تلعبش بطريقه متوازنه. يعني ما ينفعش النهارده تبتدي لي بقفشه اللي رتمه بطيء قدام فرقه بتكتل دفاعيا، وتبتدي لي باحمد رضا وتقعد بردك اليو ديانج. النهارده كان طبيعي لا اما هتلاعب زيزو في نص الملعب عشان يعوض غياب امام عاشور اللي هو نص فرقه لوحده، لا اما كنت هتلاعب تريزيجيه في نص الملعب، كنت هتلاعب بن شرقي قدام عن الشمال، لان بن شرقي يحب الحتت الضيقه، يحب يعدي في المساحات الصغيره، هو بتاع الحاجات دي، وتريزيجيه بيحب المساحات الواسعه وبيحب الاسبرنتات والجري. فانت لازم تفهم طبيعه اللعيبه وطبيعه الفرق المصريه في الدفاع، الزون ديفنس، الدفاع اللي هم بيرصوا الاتوبيس. وبصراحه شابوه كابتن مجدي عبد العاطي النهارده، الراجل عمل ماتش رائع، لعب بالاهلي صح، لان اي حد هيلاعب الاهلي السنه دي مفتوح وهيلعب جيم مفتوح هيشيل قبه، عايز تجيب جون هتجيب جون بس هيخش فيك خمسه. الراجل النهارده لعب على التفاصيل الصغيره، الراجل النهارده كان بيلعب بستاره دفاعيه، بيلعب 6-4، الهجمه المرتده بتتعمل بنظام اعتماد على القوه البدنيه بتاعت ايبا الراجل